ده هدف وسام ابو علي، بس احنا هنشوفه بشكل مختلف شويه، وفي كام فريم كده هنقف عليهم، وكل فريم هنقف عنده هحكي لكم القصه بتاعته. اتفقنا يلا بينا. بس قبل ما افرجك على الهدف عايزك تعد فيه كام واحد من شباب بلوزداد جوه الصندوق. الفرقه كامله ال11 لعيب، وخليك فاكر اللقطه دي عشان هنرجع لهم تاني. ايه ده وسام القناص، وسام كورة في الجول في الجول في الجول، روعة 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 يا ولدي روعة. وسام كورة رايعة جدا يسجلها الفلسطيني في شبكة. هنا بقى الرجاله يا عيني في حاله صدمه، اتصدموا. تعال نشوف القعده وبعدين ندخل على الفريم اللي بعده. يلا. من بعيد ارسلها في منتهى الروعة والثقة والجمال. الهدف الثاني. الفريم ده هنتكلم عنه شويه. الفريم ده جواه كام قصه كده لازم احكيها لكم. اولا كده هو كان قاب قوسين او ادنى انه يصد الكوره، يعني لجزء من الثانيه كان هيطولها بس ما طلهاش الحمد لله يعني. هنا لسان حال الشناوي اللي هو يا رب ما يلمس، لكن برضه مش الشناوي. بص كده على مروان عطيه واقف حاطط ايده في وسطه رايق، خلصانه يابا معاه، اللي هو تحس كده من كتر ما شافها في التمرين بتدخل جول فمش فارقه معاه، ما انا بتفرج معاه، هي كده كده داخله. بس سيبك من وسام والشناوي ومروان والكوره والجول وكل الليله دي، ركز في ده. في واحد في الملعب يا جدعان ما شافش الجول. بص على الراجل في المدرجات ده، هو المفروض في المدرجات في اللحظه دي علشان يشوف اللحظه دي، ما شافهاش للاسف. اتفرج عليها في الاعاده بقى. هدف الاهلي عن طريق الفلسطيني وسام، جول من بعيد ارسلها في منتهى الروعه والثقه والجمال. الهدف الثاني كرة وسام يا صعبة على الحارس. ركز معايا كده بقى يا باشا، احنا هنقف عند الفريم ده شويه علشان هنا امام عاشور لعب دور سلفتك الصفرة. عارف اللي هو يقول لك دي واحده دي سلفتها صفرة، هو امام عاشور كان سلفتك الصفرة بقى في اللحظه دي. وسام ابو علي في الفريم اللي بعده هيقوم منطور كده يبص وراه علشان ايه؟ يعمل اللي قال له عليه امام قال له ايه بقى؟ قال له هنحتفل مع كهربا. راح وسوس له في ودنه. هنا بقى اصفر على مين؟ على الجمهور. انت بتصفر علينا هنا بقى يا باشا. راح له احتفل معاه. في اللحظه دي انا مش عارف اسميها غير ان القرعه بتتعايق بشعر بنت عمها يا كهربا. خلاص يا كهروب كفايه عليك كده. لو كملت معايا الفيديو لحد هنا اعمل فولو لايك كومنت وشير، واستناني في التشريح اللي جاي.